السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم المكرونة بالبشاميل. دي يا بنات، دي طريقة الأصلية اللي انا بعمل بيها على طول المكرونة. انا كنت عملتها معاكم قبل كده في اول ما فتحت القناة، والحمد لله جابت لي نسبة مشاهدة حلوة. بس قبل اي حاجة، اهلا بكم في قناتي، ولو بتستفادوا اتمنى تدعموني بلايك وكومنت واشتراك في القناة. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنا يا بنات انا كنت بسخن طبعا المية المغلية اللي هحط فيها المكرونة. انا هعمل معاكم كيس حوا ده. المكرونه دي يا بنات طالعه جديده اهي، حتى انا كنت وريتها لكم برضو في المشتريات اللي انا جايباها. هي قلم برضو كده، بس مش تخينه زي اللي احنا اللي متعودين عليها. هي رفيعه، وبصراحه انا جربتها طلعت حلوه. الكميه دي طبعا ربع كيلو، بس انا كان عندي شويه كمان، يعني حوالي كده كملتهم نص كيلو. تمام. وحطيت طبعا ملح، وما بحط الزيت انا في سلق المكرونه خالص. سبتها بقى كده على عين البوتاجاز اللي ورا دي تكمل سليق. وهقوم يعني انا بحاول بشتغل في كذا حاجه، ما توقفيش نفسك في حاجه واحده بس. حاولي اشتغلي كده، ايدك يبقى في اللحمه المفرومه، وايدك التانية في سليق المكرونه. جبت بقى ده كميه اللحمه المفرومه دي ربع كيلو. حط قصادها ربع كيلو برضو بصل. ضربتها كده في الكبه، وحطيت شويه زيت صغيرين، ما كتريش الزيت. تمام كده اهو. وبعد كده هو تحطي بقى اللحمه المفرومه، وما تحمريش البصله، يا دوبك بس يعني دبلي بس البصله. واول لما تدبل كده اهو، حط عليها اللحمه المفرومه، وحط عليها شويه فلفل اسمر وحبه ملح. وحط برضو 7 بهارات، بهارات اللي هي بهارات اللحمه. وهنا هوت يا بنات انا بنزل بالجزره. الجزره دي بصراحه بتطعم جدا اللحمه. وبحط معلقتين صلصه، اهي صلصه اهي متجهزه. حطي بس معلقتين صلصه كده اهو. انا ما بحبش لون اللحمه تبقى كده يعني بهتانه، لا انا عايزاها لونها تبقى محمر. بصوا الجزر، مش يعني اللي فيه عيال مثلا مش بتحب الجزر، هنا مش هتبان خالص في الوصفه دي. بس هتديلها طعم مسكر، وهتخلي اللحمه المفرومه حلوه. وزودي كده زي ما قلت لك معلقتين صلصه. وهحط بس ملح وفلفل بهارات لحمه. واحطي بقى زي ما انت عايزه، لو انت عايزاها حراقه. انا حطيت برضو قرن شطه برضو حراق، وحطيت اللي هو قرن اخضر، يعني فلفل اخضر عادي. خلاص كده اللحمه خلاص كده كانت خلصت. هنا بقى بعمل البشاميل. جيبي بقى مكعبين زبده، حطيت عليهم معلقتين برضو زيت. وحطي هنا بقى، انا بصوا يا بنات، انا البشاميل دوت انا ماليش مقدار يعني معين. يعني بعمل حسب ما انا محتاجه. بس انا برضه هقول لكم على المقدار بالظبط اللي انا عملته. انا حطيت 5 معالق دقيق. وحسيت برضه ان انا محتاجه ماده دهنيه تاني، زيت او زبده، زودت برضه معلقه. لحد لما القوام كده هو زي ما انتم شايفينه كده هو اتفك مني. و... وقلبي شويه كده هو لما تحسي ريحه الدقيق طلع كده متحمصه، تقومي ضايفه اللبن. انا هنا يا بنات حطيت لتر لبن، وزودت بميه، عشان انا بحب البشاميل في المكرونه تبقى كتير. واللبن يبقى ما تخلوش ولا سقعان ولا سخن قوي، يعني دافي كده هو. وقلبي بسرعه بسرعه عشان ما تكلكعش معاكي. حتى لو كلكعت معاكي مثلا، اضربيها ضربه في الخلاط او هاند بلندر، هتبقى كويسه معاكي. بس انا بصراحه ولا انا بضربها ولا كده ولا كده. انا متعوده ان انا اعملها، فبحاول بسرعه بسرعه اعملها، فبتفك مني. بصوا بكمل اهو قدامك اهو بميه. انا حطيت بالظبط لتر لبن. وزودت عليها كوبايتين ميه. انت برضو حسب ما انت عايزه البشاميل يبقى خفيف ولا تقيل. بس هو كده كده البشاميل اصلا بتاع المكرونه بالبشاميل ده لازم يبقى يعني تقيل شويه. وحطيت مكعب ماجي، لو عايزه تستغني عنه استغني براحتك. وحطيت ملح وفلفل اسود، بس هو ده، ما بحطش اكتر من كده. اهو انا بوريكم اهو المكرونه. اهي دي المكرونه اللي قلت لكم عليها الرفيعه، والتانيه التخينه اللي احنا متعودين عليها. هنا بقى اهي انا بزود كده يعني بخلي المكرونه كلها تشرب من البشاميل. انا بحط من جوه وبحط فوق الوش، بملاها كلها بشاميل. عشان زي ما قلت لكم احنا بنحب البشاميل بتاعها كتير. لو عندك قشطه وعايزه تحطي حطي. هنا اهو جبت القارب دوت، اللي هي المقاس الوسط اللي في طقم الصواني الثلاثه اللي فوق بعض. حطي بقى نص المقدار تحت كده اهو. ودهني الصينيه. انا ما بدهنش زيت ولا حاجه، انا بدهن الصينيه بشويه بشاميل. ما بتلزقش مني ولا اي حاجه. وحاولوا يا بنات وانت بتطلعي المكرونه، انا ما بسلقهاش جامد. يعني حاولوا وانت بتعملي المكرونه بالبشاميل ما تخليش المكرونه نفسها تستوى جامد، انا بخليها 3/4 سوا. هنا اهو اللحمه المفرومه اهي.
ما شاء الله. شوفوا لونها حلو ازاي، وطعمها بالصلصه بالجزر، جربها كده بنفس الطريقه، ما شاء الله طعمها جميل. بنات انا والله ما بنزل لكم اي فيديو انا بعمله، لو انا حتى بعمل وصفه جديده انا ما بنزلهاش غير ما ابقى مجرباها. يعني الحمد لله انا يعني ما بنزلش اي فيديو انا عامله حتى لو وصفه جديده غير ما ابقى مجرباها، ولو حلوه انا بنزله الفيديو، مش حلو خلاص ما بنزلوش. فجربوا كده طريقتي دي في المكرونه بالبشاميل، ان شاء الله هتعجبك. الطبقه التانية هي يا بنات انا حطيتها اهي في النص زي ما قلت لكم اللحمه المفرومه، وكتري البصل زي ما انت عايزه، كده كده اصلا البصل مش هيبان، يعني عايزه تضاعفي كميه اللحمه المفرومه كتري اصلا البصل، كده كده اصلا مش هيبان. بس طبعا البصل اصلا بيدي للحمه المفرومه اصلا تسكيره مع الصلصه مع الجزر. هنا يا بنات اهو خلاص حطيت طبعا طبقه المكرونه التانية، وحطيت بقى كل البشاميل من فوق. انا هنا كان عندي جبن مشكله، اللي هي موتزاريلا ورومي حطيت، ولو في شيدر حطي. انا بحط من فوق كده اهو، انا ما بحبش بصراحه البيض، في ناس بتحط بيض اللي هي الطريقه القديمه خالص اللي كنا بنعملها، بس بصراحه انا ما انا خلاص من ساعه ما عرفنا موضوع الجبن دي وانا ما عدتش بحط بيض خالص، بقالي سنين اللي انا ماشيه على النظام ده. ولو عندك بسطرمه متوفره حطي، انا برضو لما يبقى عندي متوفره بحط بسطرمه، مفيش خلاص كده اهو تسخني بقى الفرن حلو وحطيها. ما فتحتش عليها الشوايه، ما احتاجتش معايا شوايه خالص. هي طبعا كملي سواها في الفرن، وشوفوا ما شاء الله هتطلع سايحه ازاي، عشان كمان اصلا البشاميل اللي زي ما قلت لكم كتير، والجبن هي اللي بتديها المطه دي. وما شاء الله يعني الصينيه دي يا بنات ما شاء الله يعني ما كناش في يوم. يعني انتوا لو حسيتوا ان هي مكلفه، هي بالنسبه لي انا ما كناهاش في يوم واحد، يعني انا تاني يوم كملت بيها، وتقريبا انا مش فاكره انا حمرت جنبها بطاطس او عملت جنبها ايه. فشوفوا ما شاء الله يا بنات الجبنه عامله ازاي، واللحمه فيها حمرا ازاي. احنا بنحبها سايحه كده اهوت، اول ما تبقى سخنه هي زي ما انتوا شايفين البخار طالع منها ازاي. لو انتوا عايزينها قطع استنوا تبرد وهتتقطع معاكم قطعه بقطعتها. بس كده يا بنات. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.